في البدايه انا حابب اهني كل قراء روايات مصريه للجيب بحلول معرض كتاب سنه 2024، وحابب اهني الروايات مصريه للجيب نفسها والمؤسسه العربيه الحديثه بصفه عامه للانطلاقه الثانيه للمشروع القرن الثقافي اللي بداوا الاستاذ حمدي مصطفى سنه 1984 على الانطلاقه الاولى، ودي الانطلاقه الثانيه اللي احنا بنعملها السنه دي بنفس الفكر اللي تاسس بيه المشروع الاولاني وبنفس القوام، بس بروح جديده بدم جديد بفكر جديد بابداع شغل معاصر وماشي مع لغه العصر ومتماشي جدا مع لغه الجيل الحالي. الانطلاقه الثانيه بدانا عن طريق ان احنا عملنا مسابقه روايات مصريه للجيب. المسابقه دي كان ليها 4 فروع: فرع الروايه وفرع ادب الطفل وفرع السيناريو والحوار وفرع القصه القصيره. هتلاقوا ورايا هنا اغلفه الفائزين في مسابقه روايات مصريه للجيب. ومش بس كده، المتسابقين دول كل اعمالهم نشرناهم. ومش بس كده، احنا عندنا برضو في كتاب جدد دخلوا معانا المؤسسه السنه دي، على يعني راسهم طبعا الكاتبه شيرين هنائي. ما اقدرش اقول ان هي يعني كاتبه جديده، هي رجعت بيتها. فعلا احنا متحمسين جدا للانطلاقه دي مع شيرين، ومتحمسين للانطلاقه دي مع دكتوره نوال طبعا، ومع كل الكتاب اللي كسبوا معانا في المسابقه. ومش بس دول، وبالنسبه لكل الاعمال للجيل الثاني من الكتاب، سواء بقى علا سمير الشربيني او سيد زهران او احمد فكري او حسن الحلبي وغيرهم. انا مش عايز انسى اي حد، بس يعني هو فعلا احنا بنولد من جديد. العاملين في المؤسسة شغالين بكل حماس على الانطلاقة الثانية. هتلاقوا ان حتى في الأغلفة بتاعت كل الروايات الجديدة أغلفة معاصرة، أغلفة جديدة متطورة. والحاجة الأهم بالنسبة لنا بحلول المعرض كتاب، احنا أسعارنا فعلا في متناول الجميع. أسعارنا بتتراوح من 10 جنيه أو في حاجات كمان أرخص وأقل من كده. وأغلى سعر عندنا الرواية ممكن عدد صفحاتها يتعدى ال 500 صفحة سعرها 50 جنيه، ده قبل الخصم كمان. يعني بعد الخصم سعرها بينزل ل 42 جنيه. فاقدر اقول لكم ان اسعارنا منافسه جدا. المحتوى اللي بنقدمه محتوى قوي يحمل الاسم الكبير اللي هو روايات مصريه للجيب، وماشي مع الارث الكبير اللي اسسه الوالد والاستاذ حمدي مصطفى الله يرحمه. فانا حابب اهنيكم كلكم. عندي نصيحتين حابب اقدمهم. النصيحه الاولى اللي عايز اقدمها تبقى لكتاب الجيل الثاني عندنا دلوقتي. يعني تبقى عليكم مسؤوليه كبيره جدا انكم تستلموا الرايه من بعد دكتور نبيل فاروق ودكتور احمد خالد توفيق، وطبعا معاكم استاذ خالد الصفتي. ده بيتطلب منكم تكملوا روح التعاون اللي ما بينكم تبقى موجودة ومستمرة بقوة جدا. وروح التعاون دي تبقى برضو مكملة لكل الكتاب الجدد اللي دخلوا معانا في روايات مصرية للجيب، عشان زي ما طبعا أستاذ مصطفى أمين قال إن القمة تتسع لكثيرين. فلازم كلنا نبقى متعاونين مع بعض. وطبعا يعني احنا دي مش حاجة جديدة علينا. عندكم دكتور نبيل فاروق ودكتور أحمد خالد توفيق، التوأمة دي اللي كانت موجودة في الروايات المصرية للجيب لازم تستمر ولازم تبقى موجودة بشكل قوي. والنصيحة الثانية اللي حابب أقدمها طبعا لكل قراء روايات مصرية للجيب من جيل الثمانينات والتسعينات. يعني دلوقتي انتوا برضو عليكم مسؤولية كبيرة لنقل كل الفكر وكل الوعي اللي اتخلق عندكم على مدار السنين دي كلها، تنقلوه للجيل اللي بعد كده. هو جنريشن زي، هم دول اللي انتوا دلوقتي بالنسبه لهم ممكن تبقوا دول ولادكم او ممكن دول يبقوا اخواتكم الصغيرين. لازم تنقلوا كل الذكريات الجميله اللي انتوا ما بينكم وما بين روايات مصريه للجيب، واللي هي لسه ما زالت مستمره. ولازم انتوا تحملوا الرايه وتسلموها للجيل اللي بعد كده، عشان الجيل الموجود دلوقتي هو جيل واعي جدا، جيل متطور جدا، بس عليهم طبعا تحديات كبيره جدا. فاحنا طبعا يعني بنناشدكم كلكم انكم انتوا لازم تبقوا قدوه لكل الجيل الجديد، يعني هم يكملوا المسيره معاكم في القرايه. حابب يعني اعلن لكل القراء روايات مصريه للجيب ان المحتوى روايات مصريه بقى مش بس محتوى مطبوع، لا هو بقى محتوى الكتروني ومحتوى مسموع وعلى جميع المنصات العالميه. فانا بدعوكم انكم انتوا تكملوا التجربه معانا، مش بس في الورقي لا بل في الالكتروني وفي المسموع. وحاجه اخر حاجه برضو اقولها ان اصدارات الروايات المصريه للجيب هتبقى موجوده على مدار السنه، مش بس موجوده في المعرض، لا ده احنا هنبقى بنعمل بكل جهد ان الاصدارات دي تبقى موجوده شهريا زي ما احنا اتعودنا على اصدارات المؤسسه من سنه 1984.